اليوم انا كنت غادي نصلي، انا كنت غادي للجامع نصلي، تلاقيت مع الخوت شي اخوان الاخوان، تلاقيت مع شي اخوان خارجين من الجوامع، قلت لهم مالكم؟ قال لك اسيدي اليوم واحد الخطبه على الفتنه فوالا الفتنه مات الفتنه، جيت ندخل للجامع كنسمع الفتنه والاستقرار وكذا، كل مره الاستقرار انتفضت في وجه هذا الامام لانه ما قاله يلزمه وحده ولا يلزم مسلمين، لانه حنايا الحمد لله الحراك 7 شهور هو محافظ على السلميه وكيطالب مطالب اقتصاديه واجتماعيه والثقافيه وكيلغى الظهير ديال العسكره. الدوله كتنزل علينا بالقمع، الدوله كتنزل علينا بالحصار، وكتجيب هنا داك لي تراكس كيبانوا في التلفازه مشاريع، ما كاين لا مشاريع لا والو. هادو كلهم جابوهم يصوروا. هاد الناس هادو اللي جايين هنا جايين يتفلاو على المواطنين. حنا ما عندناش ثقه بهاد الناس هادو، هاد الثقه فقدناها لان 60 سنه من اليافطات و60 سنه من الشعارات. الا كاينين شي مشاريع بغيتوا تطبقوهم ديروا معنا محاضر، عطيونا ضمانات. حنا ما عندناش فيكم الثقه، نتوما كذابه. اذا عطيونا ضمانات وحنا نرجعوا للديور ديالنا. من حقوقي لا يكلف شيء، انا الاخوان شيء بسيط جدا، لا يكلف الدوله شيء. اذا حنا اليوم ما نطالب به مطالب اقتصاديه واجتماعيه كما يحق لاخواننا في باقي المدن المغربيه الاخرى اللي كيعانيو حتى هما من حقهم يتكلموا، حتى هما من حقهم يطالبوا. ما يمكنش اليوم غتمنعني من حقي. الدستور يكفل حق التجمهر السلمي، يكفل حق الاحتجاج السلمي. وعلاش الدوله كما خرج علينا، ولا نعاود ان شاء الله اليوم في اللايف مع 8 الليل ردا على بوق العصابه اللي مسمى الخلفي اللي خرج بواحد المغالطات اخرى باش تعرفوا الدبدبه اللي عندهم، باش تلقاو الفضايح ديال هاد الناس اللي ما عارفينش اش كيقولوا. ما عرفتش هاد الناس، انا لا اتهم حد، ولكن ربما يستعملون القرقوبي، لانه هاد الناس كيقولوا كلام ثم بعد ساعات يخرجوا بكلام اخر، يعني تناقض. باش تعرفوا ان افشل حكومه، كل الحكومات فاشله الا هذه الحكومه اكثر منها شويه فاشله. اليوم غنطلقوا لشي نقاط في اللايف مع الساعه 8 ليلا على الصفحه ديالي باش نوضحوا تعرفوا هاد الدوله هذه على التناقض. عندهم الكلام كل وزير يلغي بالغاد. فالاخوان والاخوات كنحيوا خوتنا في المدن المغربيه الاخرى اللي خرجوا تضامنوا، كما نحيي اخواننا في خريبكا وفي عين طوجطاط وفي بني ملال وفي مراكش وفي جميع المناطق الاخرى في طوانطين وطنجه اكيد والقنيطره. كل التضامن مع جوج معتقلين اللي كانوا مساكن خارجين يتضامنوا مع خوتهم هنا في الريف واعتقلوهم طلبه وهم على ابواب الاجتياز ديال الامتحانات. اليوم حنا هادشي اللي كنقولوه راه مامنين به وما قناعات ديالنا، وكنحيوا جميع الاحرار والحرائر في المغرب اللي متضامنين مع هذا الحراك هذا. نقول اننا نشد على يدكم، ما يضركم يضرنا وما يفرحكم يفرحنا. والحمد لله داك الصراع اللي كتبغى دير الدوله بين ابناء الريف وخوتهم في باقي المدن المغربيه الاخرى فشلت. كانت بغات تضرب الناس ديال كازا بالناس ديال الريف، اولا الناس ديال الريف بالناس ديال القنيطره، ما فشلت. لان علاش؟ خوتنا في المدن المغربيه الاخرى عارفين باللي ان هادشي كيديروا المخزن غير مرغوب به، وانه كاين الملايين التي تنهب وكتعطى الموازين، في حين البسطاء كيمشي باغي غير بيطاطين، باغي غير شوكه كيقول له سير شريها. عندنا المستشفى هنا اشبه بالاسطبل، ودابا كتبوا قالوا لهم راه كاين مستشفى الانكولوجي، ولا نعاود في هذه المساله ديال المستشفى الانكولوجي غنعطيوكم داك الشيء بالتدقيق وتعرفوا ان داك الانكولوجي كان مسدود وما كانش كيقدم خدمات فين وفين. وهذا الشيء راه ما كنتكلموش من الفراغ بقدر ما اننا نتكلم من موقع المسؤوليه، ولا تحمل المسؤوليه، ولا ترهبون جحافل الدوله الدكتاتوريه ولا الاجهزه القمعيه ولا اي كان اللي باغي يصف هذا الحراك هذا. راه 7 شهور. لكم عبره في فرعون، لكم عبره في من سبقوا، لكم عبره في من سبقوا. سيروا حقوا الميم بحقوق العباد. الله. عندكم مشكله مع نصيب الزبي ما بغيتوش تجلسوا معاه الطاوله ماشي مشكل، لانني لا ابتغي اللايفات او الصوره انا جلست مع موازير كذا وكذا. انا راه خرجت معاه كما خرجوا خوتي يتحقق الميم في حقوقي ونزيد في حالتي. انا بغيت نشوف خوتي رياضه والاخوات باش ما نطولوش، باش نرفعوا الشكل هذا الشكل السلمي اللي جا ردا على ائمه الضلاله والجهله من فقهاء السلاطين اللي باغيين يديو البلاد الى مستنقع من الدماء بالاكاذيب ديالهم والفتاوى الشاذه، الفتاوى ديال بحال الساندويش. دابا ولات الفتوى. انس بن مالك قبل ما يفتي عرفت شحال كيجيب كيتلعد انس بن مالك
كيترعد وكيجيك واحد الامام داير لك نعم سيدي، جاي لك مبجح فايق بابا، كيقول لك نعم سيدي راه الفتنه. وعرفتي هذا المصطلح الفتنه اللي خرج من فمه كان ربما سيودي بامر خطير جدا. عرفتي شنو هي؟ لانه كيعطيو الشرعيه للمخزن باش يقمع. من بعد ما مشاو المنتخبين الخبثاء اللي كانوا وقعوا في بدايه واللي بخسهم الولي اليعقوبي فشلوا، فين غيمشيو؟ غيمشيو للامام دابا، غيمشيو للمساجد. ولكن المساجد لا نسمح ان يذكر فيها اسم المخزن، فالمساجد يذكر بها اسم الله.